يتواصل الجدل حول كراء المظلات الشمسية بالشواطئ واحتلالها رغم أنها أمكنة عمومية، ما يثير حافظة المواطنين. النموذج من شاطئ عين دياب بالدار البيضاء الذي لا يزال المصطفون يشتكون من هذه الأمور، كما يرصد لنا الريبورتاج التالي لعبد الصمد وحمود وأيوب وادي. بالرغم من أنها أماكن عمومية إلا أن بعض المناطق منها تقع تحت السيطرة. شواطئ الدار البيضاء لم تعد متاحة للمصطفين، حيث أصبح المرتدون مجبرون على اكتراء الكراسي والمظلات الشمسية، ولو يسمح لهم بوضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة بداعي استغلال الشاطئ بعقد كراء. واخويا ما فين ما كتجي كيقول لك البحر كارينو ما كارينو ديما كارينو، البلايص كتجيب كرسي ما كيبغيوش كيخلوك، كيقول لك هبط لتحت، وهادشي ماشي معقول. خصها تحيد هاد القضيه هادي، خصها تحيد. البحوره كلهم هاد الايامات هادشي اللي كاين اكثريه في الصيف، تجي تحطها فوطه يقول لك خلص 5 دراهم. Là, je pense que c'est pas normal. La plage, c'est un lieu public, c'est pour tout le monde. C'est pas déjà ici, c'est pas un endroit public. Déjà, alhamdoulilah, au Maroc, on a une très belle côte, on a une très belle plage, on a une plage magnifique. Et voilà, c'est pas des plages privées. Donc, si je veux venir poser mon transat, je peux le faire. Si je veux venir poser mon parasol avec ma serviette, je le fais. Et voilà, c'est un endroit public qui doit être ouvert à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de venir. payer pour acheter des transats. تلقاو مشاكل ملي تنبغيو نحطوا دابا تجيب الباراسول ديالك تلقى شويه ديال المضايقات. تنطلبوا دابا السلطات ان شاء الله شويه تقنن هذا الشيء، حيت هاد عين دياب راه من اقدم سميتو، راه حنا عشنا فيه من السبعينات. بمقابل الشكايات المتكاثرة في هذا الجانب، المسؤولون على القطاع يؤكدون أن تفويض استغلال الشواطئ يخضع لدفتر تحملات يحدد المساحة التي يتم اكتراؤها، كما يتم مراقبة مدى احترام البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات. لابد ما نذكروا بأن هذه السنة هذه درنا كناش تحملات صادقنا عليه في مجلس المدينة، تم التأشيرة عليه من طرف السلطات المختصة يتعلق بكراء الشاطئ ديال لاله مريم وعين دياب امتداد، وتقريبا الصفقه دازت في اطار الشروط القانونيه. تم احترام الملك العمومي بتخصيص 20% للشركه المستفيده والنائله للصفقه، وكتبقى 80% للمواطنين والمواطنات. كاينه مراقبه للشركه عندها فقط 20% و80% كتبقى كما قلت لك للمواطنين، وكاينه المراقبه وكاينه الشرطه الاداريه وكاين بزاف ديال الوسائل السلطات المحليه ديال المراقبه ديال تنفيذ كناش التحملات الذي يؤكد على 20% وعلى 80%. ويبقى احتلال الشواطئ وكراء المظلات وتسعيرة مواقف السيارات من بين المشاكل التي أثارت المداد بشكل كبير في الفترة الصيفية الحالية، والتي تستدعي تدخلا حازما لضبط الأمور.